انت تعرفي ان ممكن بحركة بسيطة بعينيكي تغير احساسك بذكرى مؤلمة. مش كلام بقى تنمية بشرية، هي طريقة علاج نفسي حقيقية كشفت بالصدفة وبنستخدمها دلوقتي. كمان المؤسسات العالمية بتستخدمها لعلاج الصدمات الشديدة جدا. في الفيديو ده هفهمك ازاي طريقة اسمها EMDR بتخلي دماغك يعيد معالجة الذكريات المؤلمة بحيث تفتكريها من غير ما تعيشيها من جديد، وإزاي حركة بسيطة زي يمين وشمال ممكن تغير كل اللي جواكي بالكامل. فكرة ممكن تبان غريبة في الأول، اللي هو إزاي حاجة بسيطة زي حركة العين تأثر على جرح نفسي عميق، ولكن الحقيقة إن دماغك بيشتغل بطريقة أعقد وأذكى بكتير مما تتخيلي. خليني أحكي لك البداية كده. في سنة 1987 عالمة نفس اسمها فرانسيس شابيرو كانت بتمر بفترة قلق وضغط نفسي، وفي يوم عادي جدا كانت ماشية في الحديقة لاحظت حاجة غريبة قوي، إن كل ما عينيها عمالة تتحرك يمين وشمال بشكل عفوي وهي بتبص على الأشجار كان الإحساس بالقلق بيهدى. في الأول كانت مجرد ملاحظة، ولكن الفضول خلاها تسأل هو ممكن يكون في علاقة ما بين حركة العين والمشاعر. فالسؤال ده كان فتح باب ليها كبير جدا. بدأت تجرب وتدرس وتطور لحد ما وصلت لطريقة علاج كاملة بنستخدمها في الجلسات دلوقتي، هي اسمها ال EMDR أو إزالة التحسس وإعادة المعالجة بحركة العين. ومع الوقت الطريقة دي ما بقتش مجرد تجربة، بقت واحدة من أقوى العلاجات النفسية للصدمة، ومعتمدة من منظمة الصحة العالمية، جمعية علم النفس الأمريكية، وحتى بتستخدم مع الجنود اللي مروا بحروب وصدمات شديدة. ولكن بقى السؤال الأهم، إزاي حاجة بسيطة زي كده تشتغل أصلا؟ علشان نفهم ده لازم نفهم حاجة مهمة جدا جدا عن دماغك، إن مش كل الذكريات بتتخزن بنفس الطريقة. في ذكريات عادية لما تفتكريها بتحس إنها حصلت زمان ممكن تزعلك شوية، ولكن جسمك بيبقى هادي. ولكن في نوع تاني من الصدمات اسمها الذكريات الصادمة، دي لما بتفتكريها مش بتحس إنها ماضي، بتحس إنها بتحصل دلوقتي. فتنفسك بيتغير وجسمك يتوتر وكأنك رجعتي لنفس اللحظة. ده بيحصل ليه؟ لأن الذكرى دي ما اتخزنتش بشكل طبيعي، هي ما تحولتش لذكرى في الماضي، هي لسه متخزنة في دماغك كأنها حاضر، كأنها ملف مفتوح ما اتقفلش. وده احنا قلناه في المرات اللي فاتت كلها. وعلشان كده أي حاجة صغيرة تفكرك بيها بنفتح الملف ده على طول، وترجع نفس الإحساس بنفس القوة. وهنا بقى يجي دور ال EMDR. الفكرة كلها مش إننا نمسح الذكرى ولا إننا ننسيك اللي حصل، فكرة إننا نساعد دماغك يعمل اللي ما قدرش يعمله وقت الصدمة، إنه يعالج الذكرى ويحطها في مكانها الطبيعي، مش في الماضي. لأ، ومش في الحاضر. سوري، في الماضي ولكن مش في الحاضر. ومن خلال حاجة بسيطة جدا زي تحفيز حركة العين يمين وشمال بننشط نظام طبيعي في دماغك بيساعد على إعادة تنظيم الذكريات، كأنك بتاخدي الذكرى من مكانها المؤلم كده وتحطيها في مكان آمن من غير ما تمسحيها. ده اللي بيخلي ناس كتير بعد الجلسات يقولوا حاجة غريبة جدا، أنا فاكرة اللي حصل بس أنا ما بقتش بحس بنفس الوجع. وده بالظبط اللي احنا عايزينه. في الحلقة دي هنتعمق أكتر إزاي ال EMDR بيشتغل خطوة بخطوة، وليه حركة العين ليها تأثير قوي كده، وإيه اللي بيحصل جوه دماغك أثناء الجلسة، والأهم هل الطريقة دي ممكن تكون مناسبة ليكي ولا لأ. في نهاية الفيديو هقولك على تجربة بسيطة جدا جدا، مش بديلة للعلاج ولكن هتديكي إحساس مبدئي بإزاي دماغك ممكن يهدى لما تديله الإشارة الصح. فقبل ما نكمل مهم جدا تعرفي إن الطريقة دي قوية، لازم تتعمل بشكل آمن ومش بديلة للجلسات، ولو عندك صدمات عميقة مينفعش تشتغلي عليها لوحدك. فيلا بينا، أهلا بيكم في حلقة جديدة من رحلتنا التعافي من الصدمات. ال EMDR بيعمل إيه؟ بيستخدم التحفيز الثنائي، يعني تحفيز الجانبين الأيمن والأيسر من الدماغ بالتناوب. أوكي؟ طيب أشكال التحفيز الثنائي اللي هناخدها: حركة العين يمين وشمال، الصوت يمين وشمال، اللمس يمين وشمال برضه. فلما تعملي التحفيز الثنائي ده وانت بتفتكر الذكرى المؤلمة، الدماغ يبدأ يعمل إعادة معالجة للذكرى، بينقلها من الذاكرة الحسية المباشرة للذاكرة طويلة الأمد. وموضوع الذاكرة ده هناخده في حلقة مفصلة جاية. فالنتيجة إن الذكرى لسه موجودة ولكن هي مش مؤلمة بنفس الشدة، تقدري تفتكريها وتقولي أيوة ده حصل، ولكن من غير ما تحسي إنه بيحصل دلوقتي.
ومهم جدا ال EMDR الكامل لازم يتعمل مع معالج مدرب خصوصا للصدمات الشديدة. نأكد تاني، ال EMDR الكامل لازم يتعامل مع معالج مدرب. اللي احنا هناخده النهارده هي تمارين تحفيز ثنائيه بسيطه تقدري تعمليها بنفسك للقلق العام، للتوتر، للذكريات المزعجه، ولكن مش للصدمات الشديده عشان ما تودنيش في داهيه. تمام. فاول تمرين واحلى تمرين انا بحبه قوي هو الفراشه، اللي هو الباترفلاي هاج. ده اسمه التحفيز الثنائي باللمس. ده تمرين اتطور في المكسيك بعد إعصار مدمر، كان في أطفال محتاجين علاج صدمات ما كانش فيه معالجين كفاية، فطوروا تمرين ينفع للأطفال وينفع للكبار فنقدر نعمله بنفسنا. وده بقى واحد من أشهر تمارين التحفيز الثنائي في العالم. مين بيستخدمه؟ أي حد، لأنه من أسهل وأأمن التمارين. ونركز على كلمة أأمن دي. الناس اللي بتحس بخوف أو قلق، الناس اللي عندهم ذكرى مزعجة مش صدمة جديدة، نركز تاني في الكلام، نعمل هايلايت كده، والأطفال لأن التمرين بسيط وآمن ليهم برضه. هنقعد في مكان هادي وناخد أنفاس عميقة. تمام. طيب، حاجة، وضع الإيدين. هنحط الإيد اليمين على الكتف الشمال، تمام، والإيد الشمال على الكتف اليمين، ونشبك إيدينا الاتنين كأن هي إيديكي بقت أجنحة فراشة مطوية. اسمها إيه؟ مطوية أعتقد يعني. طيب، والصوابع بتشاور ناحية الرقبة اللي هي شكلها عالي كده. أنا هحاول أحطها لكم في الباوربوينت برضه. تمام. ده أول جزء معانا هو وضع الإيد. تاني جزء الطبطبة المتناوبة. يعني عايزين نبدأ نطبطب بالتناوب بلطف، يعني مش الإيدين مع بعض، لأ. هنحط الإيد اليمين تطبطب على الكتف الشمال مرة واحدة، وبعد كده الإيد الشمال تطبطب على الكتف اليمين مرة واحدة. تاني، يلا، يمين شمال، يمين شمال. أهم حاجة نخلي الطبطبة بطيئة ومنتظمة زي نبض القلب الهادي، مش لازم تكون سريعة. الإيقاع البطيء في التمارين دي هو بيكون الأفضل. وانتي بتطبطبي عايزين نقفل عينينا ونتنفس بعمق وببطء، وتخيلي مكان آمن. هل هو على البحر؟ هل هو أوضتك؟ أي مكان تحبيه وانتي لسه بتطبطبي. أو تخيلي شخص بتحبيه، أي شخص، أو تخيلي لحظة سعيدة من الماضي. أو لو مش عارفة تتخيلي، حاولي تتخيلي نفسك وانتي بتهدي، وانتي عمالة تطمني نفسك. وانتي بتطبطبي قولي ورايا: أنا في أمان، الحاجة دي خلصت، أنا قوية، أنا بتعافى، أنا في أمان، أنا قوية، أنا بتعافى. حاولي تستمري في الطبطبة لحد ما تحسي بتحسن، أو لمدة 5 دقايق. حاولي. هنقف عن اللي انتي بتعمليه، وهتخليكي حاطة ايديكي على قلبك بس بدون طبطبة. بعد كده هناخد 3 أنفاس عميقة، ونفتح عينينا ببطء، ونلاحظ ايه اللي اتغير. حاولي تكتبيلي في الكومنت. نتائج فورية، هتحسي هدوء ملحوظ، تقليل القلق والخوف، إحساس بالأمان والطمأنينة. مع الاستخدام المنتظم هتقللي شدة الذكريات المزعجة، هيكون عندك قدرة أسرع على تهدئة النفس، وإحساس بالتحكم والقوة.
التمرين اللي بعد كده هو تمرين مبسط من ال EMDR الأساسي. بتستخدمي حركة العين الأفقية يمين وشمال لمعالجة ذكرى مزعجة أو تقليل القلق. مهم جدا التمرين ده مناسب للذكريات البسيطة أو المتوسطة، مش للصدمات الشديدة. زي ما قلنا الصدمات الشديدة محتاجة معالج مدرب. طيب أمثلة للذكريات اللي التمرين ده ممكن يكون مناسب ليها: موقف محرج حصل لك، كلام مؤذي سمعتيه، موقف مخيف بسيط حصل لك أو تعرضتي له، قلق من حاجة معينة، مواجهة، موقف، امتحان، أيا كان. لو عندك صدمة جديدة، عنف، إساءة، حادثة خطيرة، لازم تشتغلي مع معالج مدرب في ال MDR. يبقى مين بيستخدمه؟ الناس اللي عندهم قلق من موقف معين، الناس اللي عايزين يجربوا ال EMDR قبل ما يروحوا لمعالج، الناس اللي عندهم ذكريات مزعجة بسيطة أو متوسطة. فنقعد في مكان هادي وآمن. تأكدي إنك في حالة استقرار نسبي، مش في نوبة هلع. لازم تكوني هادية الأول. جهزي معاكي ورقة وقلم علشان هنستخدمهم بعد شوية. عايزاكي تفكري معايا في الذكرى أو الموقف المزعج اللي اتعرضتي له. فكري كده، ايه الموقف بالظبط؟ ايه أسوأ جزء في الموقف؟ ايه الصورة اللي بتيجي في دماغك لما تفتكري الموقف؟ عايزاكي تكتبي كل ده. وقفي الفيديو واكتبي وارجعي للفيديو تاني. وعايزاكي تقيمي مستوى الانزعاج من 0 ل10. 0 معناها إن مفيش أي انزعاج خالص، 10 معناها أسوأ انزعاج ممكن تحسيه. عايزاكي تكتبي الرقم علشان هنقارنه بعدين. مثلا الموقف لما ماما قالت لي كلام مؤذي الأسبوع اللي فات، إيه أسوأ جزء فيه لما قالت لي إني فاشلة؟ مستوى الانزعاج دلوقتي 7/10. أنا بديكم مثال وانتوا طبقوا عليه. بعد كده هنختار نقطة تركيز للعين. إن احنا هنستخدم عندنا 3 طرق. الأولى هنستخدم الصوابع، التانية هنستخدم القلم أو أي حاجة صغيرة، التالتة هنستخدم نقطتين على الحائط يمين وشمال. فانتي استخدمي الأنسب ليكي دلوقتي. بعد كده هنرفع ايدينا على وشنا على بعد 30 أو 40 سنتيمتر، ومدي الصباعين، السبابة والوسطى. وعايزاكي تبدأي الحركة إنك تبصي على النقطة اللي انت مثبتاها، سواء صوابعك سواء القلم، أيا كان اللي انت اخترتيه. وحركي النقطة دي ببطء يمين وشمال، يمين وشمال، وعينيكي تتتبع النقطة. يعني هتحركي صوابعك يمين وشمال، وحاولي تحركي عينيكي مع صوابعك. كل حركة من اليمين وشمال تاخد حوالي ثانية واحدة. يمين شمال. ونحاول نخليها من 20 ل30 حركة في الدقيقة. مش لازم تكون سريعة، احنا عايزين الإيقاع منتظم. وحركي النقطة دي اللي هي القلم أو إيديكي من أقصى يمين مجال رؤيتك لأقصى شمال مجال رؤيتك. مش لازم راسك تلف، بس العين. وانتي بتحركي عينيكي عايزاكي تفكري في الذكرى المزعجة. خلي الصورة في دماغك، وعايزاكي تحسي بالمشاعر، ما تهربيش منها. ولاحظي دلوقتي أي حاجة بتيجي في دماغك. إحساس جسدي، أفكار، مشاعر، ذكريات تانية مرتبطة بيها. مهم جدا ما تحاوليش تتحكمي في الأفكار، خليها تروح وتيجي بحرية.
عايزاكي تستمري في حركة العين لمدة 30 ثانية أو دقيقة. دي تعتبر دورة واحدة. بعد كل دورة هتقفي، تاخدي نفس عميق، وتقيمي مستوى الانزعاج تاني. هل الرقم قل ولا لسه؟ ولاحظي الصورة اللي في دماغك بقت أقل وضوح. طب المشاعر خفت؟ طب في أفكار جديدة جت ولا لأ؟ وبعد كده تكرري الدورة من 4 ل6 دورات لحد ما الانزعاج يقل ل2 أو أقل، أو لحد ما تحسي إن مفيش تقدم أكتر من كده. يعني في الدورة الأولى ممكن الانزعاج كان 7، بعد 30 ثانية بقى 6. الانزعاج في الدورة التانية كان 6، بعد 30 ثانية أو دقيقة بقى 4. وصلنا 4 دورات، مكملناش ال6 دورات، فالانزعاج بقى 2. ده ممتاز جدا. بعد ما الانزعاج يقل ممكن نضيف معتقد إيجابي. يعني فكري في معتقد إيجابي عن نفسك عايزة تستبدليه بمعتقد السلبي اللي اتقالك. فاللي مامتك قالتهولك مثلا انت فاشلة، الاعتقاد السلبي انا فاشلة، فالاعتقاد الإيجابي انا قوية وقادرة، او انا مش فاشلة انا ناجحة. واعملي دورة تانية من حركة العين. وانتي بتحركي عينيكي هنركز على الاعتقاد الإيجابي الجديد، اللي هو أنا ناجحة، أنا ناجحة، أنا قوية، أنا قادرة. أيا كان، وتفضلي تكرري لحد ما تحسي إنك بدأتي تزرعي الاعتقاد ده في دماغك. نستمر لمدة 30 ثانية قبل ما نبدأ. بعد كده وقفي حركة العين، واقفلي عينيكي، وخدي 5 أنفاس عميقة. بعد ما تاخدي ال5 أنفاس افتحي عينيكي، حاولي تشربي مية، وتلاحظي وتكتبي ايه اللي اتغير. هل الذكرى لسه بقت مزعجة بنفس الشدة؟ هل قدرتي تفكري فيها بشكل أهدى؟ هل الاعتقاد الإيجابي بقى أقوى ولا لأ؟ لو حسيتي إن المشاعر زادت ده طبيعي جدا في البداية، لأنه جزء من المعالجة. عايزاكي تستمري، وغالبا هتقل بعد دورة أو 2 أو 3. لو زادت جدا وحسيتي بعدم أمان وقفي، وبعد كده اعملي تمرين تقريض من اللي احنا أخدناهم الحلقات اللي فاتت، لأن ممكن الذكرى دي تكون أعمق من اللي تقدري تتعاملي معاها لوحدك، فهي هتكون محتاجة معالج. لو الانزعاج منزلش وده عادي، ده مش فشل، ممكن الذكرى تكون محتاجة وقت أطول، أو معالجة أطول مع معالج نفسي. أو ممكن الذكرى دي تكون مرتبطة بذكريات أقدم محتاجة إن هي تتحل الأول. ما تعمليش التمرين كل يوم، مرة أو 2 في الأسبوع كفاية جدا، لأن الدماغ محتاج وقت يعالج المعلومات ما بين الجلسات. لو حسيتي بإرهاق بعدها ده طبيعي، لأن المعالجة محتاجة زي المجهود الجسدي محتاجة راحة، لأن هي متعبة جدا. فنامي لو حسيتي إنك خلاص مرهقة، نامي. التمرين اللي بعد كده هو التمرين الأخير معانا، نسخة تانية من التحفيز الثنائي ولكن باستخدام اللمس، يعني على أو الأرداف أو الرجل بدل الطبطبة على الكتفين. ليه ده مفيد؟ لأن بعض الناس خاصة اللي عندهم صدمات مرتبطة بلمس الجزء العلوي من الجسم، هم مش مرتاحين للتمرين بتاع الطبطبة على الكتفين، فنستخدم تمرين أقل حيادية، سوري، أكتر حيادية وأقل حميمية شوية. فناخد الطبطبة على الفخدين. ممكن مين اللي يستخدمه؟ الناس اللي مش مرتاحين للطبطبة على الكتف، الناس اللي عايزة تمرين أكتر أرضية، اللي هو الجراودنج، فالرجل الجزء اللي تحت أرضي أكتر. الناس اللي بتستخدم التمرين في مكان عام ده هيكون أقل وضوح علشان الناس ما تركزش معاه. فنقعد على كرسي، هنحط إيدينا على الفخدين بتوعنا، ويكونوا قريبين من الركبتين، وناخد نفس عميق. وزي ما عملنا على الكتفين هنعمل برضو على الفخدين. الإيد اليمين تطبطب على الفخذ اليمين، دي هتبقى قاعدة عادية مش عكسية، لأن التاني
كان العكس، الإيد اليمين على الكتف الشمال، إنما دي عادي الإيد اليمين على الفخذ اليمين مرة، الإيد الشمال على الفخذ الشمال مرة. فيلا يمين شمال يمين شمال، ونخلي الطبطبة بطيئة ومنتظمة زي دقات القلب. هنستمر عادي، ممكن نعملها عينينا مقفولة عينينا مفتوحة، الاتنين هيجيبوا نفس النتيجة. وأهم حاجة هنا هي التخيل، إن احنا نتخيل مكان آمن، أو ممكن نقول لنفسنا جمل تعافي، اللي هو أنا في أمان، أنا بتعافى، أنا أوية، أنا في أمان، أنا بتعافى، أنا أوية. وناخد نفس عميق وزفير. ده النتائج بتاعته هتكون نفس النتائج بتاع تمرين الفراشة، ولكن مع إحساس بالجراودنج أعلى، لأن أنت هنا متصلة بالأرض، رجليكي على الأرض. تمام، سواء لابسة الكوتشي رجليكي لامسة الأرض على طول، مفيش مشكلة عادي جدا، هي هتلاقيها نفس النتائج. وبس كده حلوين، دي كانت حلقة النهاردة. مش حابة أطول عليكم أكتر من كده. اكتبولي النتائج بتاعتكم في الكومنتات، وأشوفكم في حلقة جاية مع مجموعة جديدة من تمارين الجهاز العصبي.